وهل هناك أغلى من الجنة حتى يحرمنا ذاك الشيطان الخسيس منها؟ قال صلى الله عليه وسلم: روحي له الفدا. قال: صنفان من أهل النار لم أرهما ما أدركهما بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، ولم يأتي ذاك الزمان الذي يرى فيه هذه الأشكال، حين قال منهن: نساء كاسيات عاريات. لاحظي أخيتي الغالية، ما قال نساء عاريات عاريات، فهي كاسية، هي تلبس، لكن حينما تنظر إليها ترسم لك تفاصيل وتقاسيم جسدها، فذاك جزء مكشوف من هنا وفتحات من هنا، فصدرها قد بان نصفه وظهرها قد ظهر نصفه، وهناك فتحات إلى الركب وفتحات إلى أنصاف الأفخاذ. فهذه هي الكاسية العارية. ما هو جزاؤها يا رسول الله؟ قل لنا بأبي أنت وأمي. قال: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. من قال لك أخي؟ من أقنعك؟ من ضحك علي وعليك يوم أن قال أنهن كاسيات عاريات عند الرجال؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من صفاتهن أنها إذا لبست ممكن تشوف ساقها وترى فخذها وتعلم لون صدرها وتقاسيم جسدها بذاك الضيق وذاك البنطال الذي كأنها عارية فيه، قد قسم أجزاءها تقسيما وفصلها تفصيلا.